السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا بصحة وسلامة. تعالوا بقى النهاردة شوفوا الجمال والاختراعات اللي الفرفوشة عاملاها، اكلتنا المفضلة يا حبايب قلبي. بصوا الجمال والحلاوة، تعيش وتمل لنا وربنا يخليها لينا يا رب وما يحرمناش منها ابدا. وهنا الرز، وهنا هطلع معاكم الحاجة يا حبايب قلبي فيها. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال والحلاوة يا حبايب قلبي، ولا ريحتها ولا ايه، الطعم هندوقه معاكم يا حبايب قلبي اكيد. انزلوا في الكومنتات وصلوا على النبي، انزلوا صلوا على النبي في الكومنتات، ولي افضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال والحلاوة يا حبايب قلبي. تعالوا اتفضلوا معانا اكلة تستاهل بقكم على جمالها وعلى حلاوتها. هي دي اكلتنا المفضلة، هي دي خد يا محمد دي الجهة الملكة. هي دي اكلتنا المفضلة يا حبايب قلبي، واحنا على طبيعتنا. حطوا اللايك. سامعين يا حبايبي؟ سامعين البيت؟ بصوا يا حبايب قلبي، انا اقول لكم على حاجة. مفيش بيت خالي من المشاكل، دي اول حاجة. واللي يقول لك انا ما عنديش مشاكل في بيتي يبقى كذاب. كل باب مقفول عليه بلاوي متلتله، وكل واحد في الاول وفي الاخر قابله ربنا. والله يعني الكومنت اللي اتكتب او اي حد بيكتب كومنتات فيك، ولا انا ولا اختي ولا امي قسما بالله وحياة ربنا يخصنا اي ايميل فيك كتبنا بيه اي حاجه، وما اصلا ملناش في الحاجات الفيك دي. وكل واحد قابله ربنا، وكل واحد لازم يبقى فيه مشاكل، مفيش حد من خالي من المشاكل اكيد طبعا. واكيد كلكم عارفين ان كل اي حد اي بيت فيه مشاكل، اذا كان صغيره ولا كبيره. مش شرط اللي احنا نطلع نتكلم فيها ولا اي حد، يعني مش كل حاجه بتتقال بمعنى الاصح. وربنا يخلينا امنا، وربنا برضو يخلينا ابونا، واللي عنده كلمه حلوه يقولها، اللي ما عندوش كلمه حلوه خليه في حاله احسن. بس وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي اكل الفرفوشه يا حبايبي ولا جماله. تعالوا كده دوقوا كده معانا اكلتنا المفضله دي، عشان ما تقولوش انتوا كل شويه بتعملوها، احنا اللي بنطلبها من ماما والله حتى لو لسه خالصه. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلوا في التعليقات قولوا تسلم ايديك يا فرفوشه على الاكل الحلو اللي هي عاملاه. لسه طفي على الاكل، لقيتني بخبط، ما كانتش قايله لي يا حبايبي اللي هي عامله. حسابها معايا بعد الفيديو، اتفاجئت كده لقيتها رفعت حاجبها اول ما فتحت الباب. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ والله العظيم ما حصل، كل لقمة بتنجي اكلها. طب بالله عليكي وحياة بنتك جيتي لقيتيني عاملة ايه؟ لقيتها بتدفع الاكل والله، واقفه في المطبخ وغارفة لمين؟ عارفه لمحمد ابني وقاعد بياكل. والله يا جماعة، واخواتي عشان جايين لسه من المدرسه كانوا نايمين يعني. قوم اتقلبوا والله يا جماعة. والله العظيم جيت من المدرسة والله ما قعدت على حيلي، ولسه مخلصة الاكل دلوقتي لقيت خلود بتقول والله انا اللي قلت لها تعالى اصور، ما كنتش عايزاني اصور اصلا. قلت لها اقعدي كلي، احط لك اكلك مع ابنك، واقعدي كلي ايه مع ابنك عشان خاطرك نايمين وكده. وانتوا عارفين الماما ملهاش يعني لقمه، يعني لقمتها قليله قوي. قلت لها لا يا ماما ايه انا هصور. والله العظيم ما كانت قايله لي ان هي تصور، ولا قالت لي تعالي صوري ولا اي حاجه، انا اللي قلت مني لنفسي. بنتي مكة يا حبايب قلبي مطلعة عيني. انا حاسة ان انا ايه، رجعت تاني ايه اربي ايه، حسيت بالولادة تاني يا حبايب قلبي، حسيت بالولادة. قولي بقى بالله عليك انا عملت ايه في مكة؟ احكي كده بصراحة. من ناحيه عملتي ايه، وامها فين، وخدتها فين، وديتها فين؟ فرحه اللي هي ايه سهرانه في المستشفى، المفروض ان هي تيجي بقى على العشاء مثلا. مشيت الساعه 8 الصبح وهتيجي على العشاء، يعني في نفس اليوم بس العشاء. ماما فرحه مشيت، راحت ماما وخدت مكه معاها المدرسه، استنت لحد مانجي ومانجي ومنى طلعوا، وبعد كده جت هنا تاني بيها ومقعداها معاها لحد ما العيال طلعت. اعمل ايه يا حبايبي، اعمل ايه؟ عايزه تاخدها معايا، وهي البت اصلا تعبانه وجايبه لها علاج قد كده والله. انزلوا في الكومنتات قولوا ربنا يشفيها، والله العظيم تعبانه يا حبايب صدرها قلبي. بايظ ومش عايزه تخف والله، بتاخد مضاد حيوي قسما بالله. طب انا بصوا كنت هوريكم العلاج بس ايه، الفيديو هيقطع. والله العظيم جايبه لها علاج قد كده وبتاخد مضاد حيوي
وبتاخد حاجات لودنها، نقط لودنها امبارح ونقط في عند الدكتور مناخيرها، والله. اقسم بالله. فعايزه تاخدها معاها والله يا حبايبي، قسما بالله خدتها معايا وانا بجيب العيال. وامها يعني كل شويه تتصل، كل شويه تقول لها يا بنتي ما تخافيش. قالت لخلود تعالي اقعدي، وخلود قالت لي هاجي، قلت لها لا ما تجيش، ما معاها عيله برضك يا وربنا يا حبايبي. حبيبي كنت ظابطه المنبه قسما بالله، اللي انا ايه قلت الحق ماما قبل ما تنزل، لا يا قالت لي جماعه، لا. لا يا تاخد على الايد اصلا مش هتعمل حاجه. العيال التانية بيمشوا جنبي، بس دي برضك معاها عيله برضك يا حبايبي، هتيجي برضك الصبح تتمرمط ببنتها. قلت لها لا انا هاخدها معايا. هي ايه ان شاء الله ربنا بييسر لي حالي والله، الحمد لله. الاكل ربنا يديمها نعمه يا حبايبي. زي العسل. بس محتاج حاجه بقى الاكل ده، مخلل محتاج مخلل. هو بص صلاه النبي. الليمون بتاع الفرفوشه. هعمله باذن الله، بس يرخص يا حبايبي ب 14 جنيه وب 15 جنيه الليمون. هو محتاج طبق الليمون والفلفل الحامي كده بتاع الفرفوشه اللي هعمله بتشمله. هعمله والله باذنك يا رب. هعمله. اغرفي بطاطس يا خلود وكلي يوم. انا باكل. مش عارفه الترابيزه دي يا حبايبي قصرناها، كانت طويله قصرناها. حاسه ان التصوير مش حلو، حاسه ان التصوير بعيد. هما كده كده بيحبونا في كل حالاتنا، وبيحبونا على طبيعتنا، وكل واحد عارف بيت الفرفوشه ايه. الحمد لله. نحمد ربنا ونشكر فضله. ربنا يدوم علينا الستر يا رب، ربنا يدوم علينا الستر. يا حبايب قلبي اقول لكم بردك حاجه تانية، عشان بردك انا ما كنتش عايزه اتكلم، بس بردك خلود فتحت في الموضوع. اقسم بالله شهاده تحاسب عليها اليوم الدين. والله 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 كلمه الله ديت بيتهزلها السبع سماوات، العرش العظيم. اني ولا انا ولا اولادي، قسما بالله الكومنت اللي دخل ده اسمه كوتش محمد، ده بيخش قنوات كلها يشتم. ده شتم قبل كده كذا مره، انتوا لو دوستوا عليها تعرفوا اصلا معلق كذا مره، مش اول فيديو يعلق عليه، مش اول فيديو كان يخش عندي ويشتموا نفس الشتيمه. واخدين بالكم؟ وكان والله العظيم والله العظيم إله أعدم أولادي الخمسة إن شاء الله اللي يكرههم. والله والله الكومنت ده ولا من فرحة ولا من خلود ولا من محمود ولا مني ولا من أي حد يخصنا أبدا. أقسمت بالله العلي العظيم الكومنت اللي دخل شتم أبو العيال والله والله ما حد عندنا أبدا. ما كنتش عايزة أتكلم في الموضوع ده، بس قسمت باللي خلقني عشان كتر الحلفان. انتوا بتزعلوا ان احنا بنحلف كتير. والله 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 انا ما كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده، بس عشان ايه الشيء اللي بيزيد عن حده بينقلب ضده. يعني ان الكومنت ده انا ما بخافش الا من اللي خلقني، ما تاخدش بقى غير اللي خلقها. انا ما بخافش الا من اللي خلقني. بنت ملوكه الجميله بتعيط، واخدين بالكم؟ ربنا هو اللي بياخد الارواح مش عبده، احنا يا دوبك عبد عند ربنا، عباده. كما تدين تدان يا حبايبي. واخدين بالكم؟ والله العظيم الكومنت ده حزب الله ونعم الوكيل. اله اللي كتبه، اله اللي كتبه يجيله مرض السرطان سواء قريب ولا بعيد ولا غريب. اله اللي كتبه يبتليه ربنا بمرض السرطان. فيش ام تدعي على عيالها بالمرض الوحش ده. لو احنا اللي كاتبينه حزب الله ونعم الوكيل فينا. والله العظيم تاتا الكومنت ده اصلا ولا يخصنا. والاسم كوتش محمد ده اصلا ده من اول ده بقى له اكتر من سنين بيقعد يكتب ويشتم، بيقعد يكتب ويشتم. دخل البث افتكرتوه احنا ما بنخافش، احنا ما بنعرفش نعمل ولا ايميلات فيك ولا بنعرف نعمل. هنتفها هتنزل في عبنا، هنتفها هتنزل في عبنا. مفيش بنت هتقعد تقول لابوها يا كذا ولا تقول لابوها يا كذا. مصارين البطن بتتعارك وكل واحد قابله ربنا. يلا يا خوخه، عندكم كلمة حلوة قولوها، ما عندكوش كلمة حلوة واللي يخش يقول ايميل حلو، واللي يخش يكتب كومنتات يا حبايب قلبي. محدش يغلط يا حبايبي بالله عليكم، عشان اللي بيغلط بيفتكروه احنا، واحنا حد الله قابلنا ربنا. اله لو احنا ولا عيالي ولا اي حد تبعنا ولا اي حد يخصنا اله يجيله مرض السرطان، اله يبتليه بمرض وحش لو اي حد من عندنا كتب الكومنت ده. والله العظيم ما نعرفه، اقسمت بالله ما نعرفه. بس يلا يا حبايب قلبي قولوا لام مملوكه تسلم ايديها وعينيها اللي هي رضتني وصورت. والله ما كنت هصور، قسما بالله ما كنت هصور. حاضر يا سيد يا عيني. طب والنبي لو اوريكم، والنبي لو اوريكم، بس مش هوريكم وشها. استنوا بص الواد سيد يا عيني اهو، بص الواد سيد يا عيني شايل اخته ازاي. بص يا عيني سيد، بص بتعيط. وبص يا حبايب قلبي العلاج بتاع مكه اهو، العلاج بتاع مكه. بص المضاد الحيوي، تفتكروني بكذب والله. وانتينال وقطره بتاعت الودن وقطره بتاعت المناخير ودواء للمغص. والبت مكه يعني نايمه تعبانه. وربنا يخليني لعيالي، والحمد لك والشكر لك يا رب العالمين.
ونحمد ربنا ونشكر فضله. يلا سلام لايك يا عليكم. حبايب قلبي، وصلوا على النبي في الكومنتات، والسلام سلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.